تحب تقول ايه للمصريين؟ والله المصريين بص اجدع ناس. تحب تقول ايه للشعب المصري؟ والله احسن ناس واحلى شعب. الناس يعني هم اللي بيقابلوا اي حد يقولوا عنه اجدع ناس، بس فعليا اللي كانوا مع السوريين اجدع ناس من المصريين. نتمنى انه نرجع نجتمع مثل ما كنا، وان شاء الله سوريا ومصر واحد باذن الله. عمرك تعرضت لاي موقف سيء في القاهره او في مصر عموما؟ صراحه الشعب جدا محب. كنت مبسوط في مصر؟ جدا مبسوط. حبيت مصر؟ كتير. من قلب دمشق حابب اوجه رساله للشعب المصري العظيم. النهارده انا فعلا فخور ان انا مصري بسبب الشعب المصري. لو رميت ودنك في اي حته في دمشق هتسمع الناس بتمدح مصر بشكل مش طبيعي. اللي يقول لك عايزين نعمل اكبر بوابه في مطار دمشق باسم مصر، واللي يقول لك لازم نعمل اكبر شارع في الشام باسم مصر. بيقول لك ان المصريين بحفاوتهم واستقبالهم للسوريين خلوا دايما السوري في مصر راسه مرفوعه، لاننا شعب واحد. كمصري لو جيت دمشق وتمشيت في شوارعها هتحس بكميه الالفه والعشره اللي السوريين هيحتضنوك بيها، كانهم بيبادلوك المعامله بالمثل. هتشوفهم فاتحين بيوتهم للمصريين كرد الجميل للضيافه. كمصري فخور ان في عز ما دول كتير كانت بترفض السوريين كانت مصر بتحتضنهم. دول كتير كانت بتسميهم لاجئين. في مصر ما كناش حتى نقدر نقول عليهم ضيوف، كنا نقول عليهم اصحاب بلد. دايما عند السوري في بلاد كتير قوي كابوس الترحيل او حتى كابوس العنصريه. في مصر دايما احساسه هو الامان والترحيب. انا هنا قابلت كميه سوريين جايين من مصر يحتفلوا وبيقولوا لي احنا مش عارفين رغم محبتنا للشام وشوقنا لبلدنا مش عارفين ازاي هنقدر حتى نسيب مصر من كميه الحفاوه والامن والامان اللي حسيناه في مصر. وتقريبا ما شفتش حد بيذكر مصر الا لما بيذكرها بالخير او ليه معاها موقف حلو. علشان كده انا حابب اشكر الشعب المصري على الاستثناء الجميل اللي صنعتوه لينا في قلب دمشق، دمشق الجديده والحره. واتمنى دايما نفضل في ظهر بعض في لحظات الفرح قبل لحظات الانكسار والضعف. تحيا مصر وتحيا سوريا.